الهاكر يا صديقي ليه 4 انواع. النوع الاول اسمه سكريبت كيدز، ولو الهاكم بالمهاره دول اقل الهاكرز مهاره، وغالبا بيستخدموا السكريبتات والادوات اللي ما عملوهاش اصلا او كتبوها بنفسهم، وعلشان مش هم اللي كاتبين الاكواد فالضرر اللي ممكن يسببوه في الغالب ضعيف. وغالبا الهاكرز دي بيكونوا شباب صغير ويدوروا على الاكشن والاثاره، وغالبا برضو بيكونوا هاكرز على متفرج يعني او هواه، وقليل اللي بيكمل منهم في المجال. بس الحاجه الغريبه يا اخي ان دول اكتر ناس بيشتغلوا في مجال الامن السيبراني. النوع الثاني اسمه هاكتيفيست. لو انت مهتم باخبار الاختراقات اكيد سمعت عن انونيموس او لويس سيك او انتي سيك، ولو ما سمعتش هم دول نماذج للنوع اللي هتكلم عليه دلوقتي. بص يا سيدي، الهاكتيفيست دول مجموعه من الهاكرز المختلفين في المهاره، منهم الجاحد ومنهم المبتدئ، وكل واحد فيهم بيعمل حاجه معينه في المجموعه. ودول هاكرز دوافعهم سياسيه لحد كبير، وهدفهم الاساسي احراج اهدافهم اللي هم دايما بيكونوا شركات كبيره او هيئات حكوميه، وبيعملوا تعطيل للعمليات بتاعتهم. وعلشان تميز النوع ده هم دايما بيستخدموا طريقتين. الطريقه الاولى سرقه البيانات الحساسه وكشفها بدون مقابل. الطريقه الثانيه تحميل السيرفر بتاع خدماتهم بشكل كبير لغايه لما يقع ويتعطل، وده حصل كتير واخرهم مع الفيسبوك. البس الهاند فري بقى عشان دخلنا في الجد. النوع الثالث السايبر كريمنال، ودول نجوم وغالبا معروفين بالاسم زي النجوم بتوع السيما، ودول ناس خطيرين جدا وما عندهمش اي مبدأ. المبدأ الوحيد عندهم هو الفلوس. دول اهدافهم بقى ممكن يكون اي حد يعرفوا ياخدوا منه فلوس، فالشخصيات المهمه، الشركات الكبيره والصغيره والبنوك كمان، كل دول ممكن يستهدفوهم. ودول اهدافهم اما سرقه حاجه قيمه من الضحايا او تهديدهم بفضح اسرارهم او كليهما معا. ودول بيستخدموا السوشيال انجينيرنج او الهندسه الاجتماعيه لخداع الناس، سواء بيخلوا الناس يدخلوا بياناتهم الخاصه في مواقع او تطبيقات تشبه التطبيقات العاديه اللي بيستخدموها كل يوم بشكل طبيعي، او استغلال ثغرات امنيه فيها. اما النوع الرابع هم الانسايدرز. ده بقى اسوأ نوع، لانه بيبقى قريب قوي منك وعارف حاجات كتيره عنك وعن شركتك وعايز يأذيك فعلا. دول بقى ممكن بيتكونوا من الموظفين الساخطين، العصافير السابقين، المنافسين، الناس اللي بيعملوا معاك شغل بس من شركه تاني وقلت معاهم لسبب ما. مهمتهم الاساسيه انهم ياخدوا طارهم منك، وطبعا مش هقول على امثلتهم، ففي حياه كل واحد فينا انسايدر او اللي بيسموه دلوقتي الاصفر. طب ازاي نتعامل مع كل صنف من الاصناف دي؟ ده بقى خليه في فيديو تاني.